قال يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ أشنا هو الحق اللي تتسال المرأة ديالي عليا؟ قال أن تطعمها مما طعمت. ماشي انت تجيب لها العدس وقاعد تاكل بوكاديوس في الزنقة وتشرب العصير ديال لافوكا وتجيب لها هي الليمون حامض وتقول لها زيدي فيه السكر والماء باش يطلع لها الكوليسترول. دبر راسك، راه انت اللي غادي تخص ان تطعمها مما طعمت. الى اقتضى الحال تحبستي في شي طريق ولا سفر الله يعاونك، ولكن باش انت تكون تتفصل وتتعزل بين عيشتك وبين عيشه المراه هذا اللي ينبغي. وهذا ما يعملش الانسان اللي فيه الانسانيه. ان تطعمها مما وان تكسوها مما اكتسب. ماشي انا مالي في راسي بالجلالب ومقاد مع راسي المراه تلوح لها هذيك الكسوه ديال 250 ريال، وفي الاخر تنشكي الناس نقول لهم ودي واحد المراه عندي ما تقاد ما تصايب على انت هذوك الحوايج اللي تجيب لها ديال 250 و 300 بغيتها تصايب بهم. وان تكسوها مما اكتسب ولا تضربي الوجه ولا تقبح. تيقول النبي صلى الله عليه وسلم انت صح من المراه ولكن لا تضربش الوجه. علاش؟ لان الوجه حرام تضربه، تضرب لا وجه مرتك ولا وجه شي واحد ولا وجه ولدك ولا غيره. لا تضربي الوجه ولا تقبح. معنى لا تقبح لا تقول لها قبحك الله، الله يقبحك. شحال من واحد روك تيقول مرتو والله اش نقول لك انا كنت بخير وعلى خير تتصلتي عليا من نهار شفتك وانا راجع اللور حيت هي دايره لك الكالات انت كميو طلع في العقبه درتهم لك من القدام باش تنزل من نهار شفتك وانا اللور. هذا اللي ينبغي ان يقال في الحق. حتى المرأة فيها شي حاجه الله يجزيك بخير والحمد لله تتصبرين هنا وتتعاوني يدير معاك كي تدير مع ولدك. ياك ولدك كي تتلاهيه تدوز مع الوقت دير مع المرأة. وهذا راه ما تيدلش على الهوان ايها الاخوان وعلى الضعف وعلى العجز، والله يتيدل على الرجوله. الله تعالى لما قال الرجال قوامون على النساء راه ماشي قوامون معنى ضربون، ماشي معنى قوامون تيضربوا، لا قوامون ان يقومن بشؤونهن بحال ولي الامر تيقوم بشؤون الامه، لا في اقتصادها ولا في سياستها ولا في اجتماعها ولا في علاقتها ولا في الداخل ولا في الخارج. كذلك الرجل راه هو اللي تيقوم بشؤون المراه لا في الداخل ولا في الخارج. شكون اللي يجي شكون اللي ما جاش، اش اللي جاء نهار اش بغا يجيو تنطيبون ووجدون نديو فلانه مات لها هكذا وفلانه تزاد عندها هكذا. فهمتي؟ هو الذي يقوم هو اللي يسيرها. هذا هو المقصود. ماشي الرجال قوامون يضربون. السيد قبض المراه تيزرق لها عينها